هي سلام. معكم شيماء ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا معايا لي مادلين بالطريقه الاصليه الفرنسيه، كيجيو اكثر من رائعين، لذاذ بزاف، هشاش وناجحين مليون في المية، بمقادير اللي هي مضبوطه ان شاء الله. واخا تكوني عمرك ما جربتيهم غادي ينجحوا معاك باذن الله. كيجيو واعرين بزاف، حسن من اللي كيتباعوا على برا. من اليوم ما بقيتيش تشريهم لوليداتك، حضريهم في الدار. كيجيو خفاف مناسبين مذاق الحامض. نتمنى انهم ينالوا اعجابكم. وندوزو مباشره للمكونات. هنا غنحتاج 3 البيضات، قبيصه ديال الملحه، 80 غرام من الدقيق الابيض، 80 غرام من الزبده، و80 غرام من السكر سنيده. عندي ساشي ديال الخميرات الحلوه ما يعادل 8 غرام، وساشي ديال الفاني اللي تقدروا تعوضوها بالفانيلا السائله ولا الفاني بودغ، وقشور حامضه كامله. نبداو على بركه الله. في اناء غناخذ 3 البيضات، من الاحسن يكونوا في حراره المطبخ. بعد غنضيف عليهم السكر وقبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. بالنسبه للسكر الا كنتو كتبغيو الحلاوه ممكن تطلعوا الغرامات ل 100 غرام. انا درت هنا 80 غرام باش كتجي الحلاوه معتدله. بغيتو ديروا 100 غرام فما كاينش المشكل نهائيا. كنخلط المكونات ديالي مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض. ممكن تخدموه بالطراب الكهربائي، ممكن تخدموه بالفوي، فقط كيطلب مجهود اكثر. كيف ما بغيتو خدموا. بعد ما حصلت على هذا القوام هنا غادي نضيف النواشف. عندي الفاني والخميره. حاولوا دائما نغربلوا النواشف ديالنا باش هكا كيعطي فوليوم، وكنتفاداو ايضا دوك التكتلات اللي تيكونوا، باش كنحصلوا على خليط اللي هو ناعم ومنسجم في بعضياته. بالنسبه للدقيق دائما غربلوه في اخر لحظه، واخا يكون ديجا مغربل من قبل، لانه كيعطي فوليوم حتى ايضا في الكيك. كيف ما هنايا في لي كاب كيك، في لي مادلين، دائما غربلوا النواشف ديالكم في اخر لحظه. غادي نخلط المكونات ديالي مزيان حتى كينسجموا المكونات، وكنحصل على الخليط اللي هو املس ومنسجم في بعضياته. هذا هو القوام اللي كنحصل عليه. القوام ديالنا خاصو يكون هكا داير الخيط، وتيكون شويه عاقد على قوام ديال الكيك. هنا غادي ناخذ الزبده وغادي ندوبها يا اما في باماغي ولا في ميكرووند اللي كتفضلوا، ونضيفها للخليط تدريجيا مع التخليط المستمر. هنا حاولوا انكم تلتزموا بالمكونات بالمقادير ايضا. حاولوا ما ديروش الزيت في بلاصه الزبده، ما تبدلوا حتى شي حاجه باش كتحصلوا على نتيجه اللي اكثر من رائعه، لان هذه هي الطريقه الاصليه. ما كيجيوش كيتجبدوا من بعد الاستيك، وما تيجيش ايضا القوام ديال الكيك. خاصهم يجيو معلكين وبنان، وكيجي قوام ديال المادلين مختلف على الكيك. هنا كاخر حاجه غادي نضيف القشور ديال الحامضه باش كيبقى المذاق ديالها هكاك قوي وبنين. بغيتو ديروهم بالكاكاو راه ممكن، ما ديروش القشور ديال الحامض، فقط هذاك الكميه ديال الدقيق اللي درنا تنقصوا منها معلقه صغيره وتزيدوها كاكاو. يعني تحيدوا معلقه صغيره من الطحين وديروا معلقه صغيره من الكاكاو، وتحتفظوا بنفس المكونات ونفس المقادير. غادي تحصلوا على مادلين ديال الشكلاط. وهنا هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. كيف ما قلت لكم الخليط ديالنا كيكون داير الخيط. هنا بغيتو تحتفظوا به في الثلاجه ممكن تخليوه، بغيتو توجدوه في الليل وديروه في الثلاجه حتى الصباح تعطيوه لوليداتكم هكاك طري ممكن. يعني ما تتخافوش عليه نهائيا، كيقدر يبقى في الثلاجه. انا غادي نخدم به، خليته ربع ساعه في الثلاجه صافي، وغادي نخدم به مباشره. غادي نديروه هكا في البوش فقط باش نسهل عليا انني نوزعوه في المول ديالو. بغيتو ديروه هكاك غير بالمعلقه ممكن، فما كاينش المشكل نهائيا.
هنا في هذه المرحله ولا بد الفرن يكون ديجا مسخن قبل ما لا نديروه في المول ديالو، باش هكا كنحصلوا على احسن نتيجه. الفرن خاصو يكون سخون، ما ديروش لي مادلين ديالكم في الفران بارد، خليوه حتى يسخن على 180 درجه. هنا كنوريكم باش ما يخرجش لكم الخليط من التحت، كنتنيو البوش ديالنا على ديك الطريقه. هذا غير استيوس باش ما يخرجش لكم الخليط ديال ديال لي مادلين من التحت. صافي من بعد غنوزعو غير هكا بالتساوي على جميع الفراغات اللي عندي في المول ديال المادلين. هنا خدمت بديال السيليكون، دهنته بشويه ديال الزبده ولا شويه ديال الزيت. ممكن الا كان عندكم ديال لينوكس تقدروا تدهنوه بالزبده وديروا رشه ديال الطحين ايضا باش كيسهل عليكم الديمولاج من بعد. هنا ما كنعمروش المول ديالنا بزاف، فين نخليوه فين كيتضاعف الحجم ديالو. بالنسبه للمول حاولوا دائما انكم تنقيوه قبل ما تدخلوه الفران، يعني لا طاحت لكم شي نقيطه ديال العجينه في الجوانب ديال المول نقيوها قبل ما تدخلوه في الفران باش ما تحرقش هكا، باش ما تتبقاش تسبغات في المول ديالكم ديال السيليكون، كيبقى دائما نقيو بحال جديد. دخلته على فرن مسخن على 180 درجه لمده ديال 25 دقيقه، كيكون كافي لي مادلين ديالنا دغيا كيوجدوا. طبعا كل واحد تعرف الفران ديالو، الا كان كيطيب دغيا الا كان مجهد ولا خفيف. حاولوا انكم نتوما تردوا البال، ايضا الا كان بزاف راه غادي تردوا البال. بالنسبه للفرن ديال الغاز غادي نقصوا عليه بحال غادي نطيبوا الكيك تماما 25 دقيقه، من 20 حتى ل 25 دقيقه راه كافيه لي مادلين ديالكم انهم كياخذوا هاد التحميره. هاد المكونات اللي عطيتكم والمقادير مضبوطه راه كتخرج لكم هاد النتيجه. لي مادلين باش كتعرفوهم ناجحين تتكون هذيك القبه ديالهم من الفوق خارجه، هادو هما لي مادلين الاصليين، ما خصهمش يجيو مسطحين. نتمنى ان الفكره تنال اعجابكم، وهذا هو الفيديو ديال اليوم. دمتم في امان الله وحفظه، والى فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.